Hey yo, what's up everybody? Back at you live from Kuwait City. شلونكم شباب وبنات؟ وش اخباركم؟ وش مسوين؟ نرجع اليوم معاكم في حلقة جميلة، حلقة السؤال والجواب. ما شاء الله اسئلتكم وايد. المهم شباب، انا راح اليوم اجاوب على اسئلة مبني على الداتا وعلى المعلومات والريسورسز اللي عندي انا. ممكن تكون الإجابة صحيحة، ممكن تكون الإجابة خاطئة، بس هذا يعتبر كرأي الشخصي. أول شيء أحب أوضح. إنزين الحين شباب، يعني ما شاء الله أسئلتكم وايد سياسية واقتصادية واجتماعية، بس أنا لازم شوي، يعني هالقناة أنا كنت مسويها أول شيء حق تكنولوجي، بس ما شاء الله شكلها أسوي قناة ثانية بس راح تتكلم في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إنزين الحين في أسئلة شخصية، يعني راح أجاوب على تقريبا 80 من أسئلتكم. في أسئلة شخصية أو أسئلة عن بعض الناس أو أسئلة عن بعض يعني الشغلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما راح أقدر أجاوب عليها لأن أسئلة وايد شخصية وأسئلة وايد حساسة. فراح أجاوب على أسئلة اللي هي أسئلة اللي يعني تكون شوية نوعا ما عامة، إنزين أقدر أجاوب عليها وكون كرأي الشخصي. إنزين الحين يعطيكم العافية ونبلش. أول شيء شباب راح أبلش. شوفوا أول شيء يعني الأسبوع اللي فات بصراحة كان أسئلة وايد عن الوضع المادي. زين الحين من بين الشباب اللي كانوا يسألون علي شنو الوضع المادي مالنا. زين يعني هل الوضع المادي ضعيف؟ زين وفي بعض الشباب كانوا سأليني شباب أحب أوضح، بس أنا ما راح أحط يعني ما راح أقول حق يعني اللي كان قاعد يسألني الأيام اللي فاتت ما راح يبقى أساميكم ولا راح أحط أساميكم، ما له داعي يعني لا تخافون عادي. زين ما راح أحط، فبس حاب أوضح. زين الحين السؤال اللي بعده كان شنو؟ كان علي هل المجلس صار أكثر من 50 يوم لا زيادة مادية ولا تعديلات على وضع المواطن من الناحية المادية، لا تغييرات بس أخبار وعناوين، شنو السالفة؟ عطنا رايك. زين والسؤال اللي كان اللي بعده اللي هو اكثر سؤال انسألت فيه وهو علي صج راح ندش في ازمة مادية وصج الفلوس ما راح تكفي؟ انزين شباب شوفوا راح اجاوب على اسئلتكم. انزين راح اجاوب على اسئلتكم من الناحية المادية، بس قبل ما اجاوب على الاسئلة لازم ننظر حق التاريخ، يعني لازم ننظر حق التاريخ اللي فات، الهيستوري ماله. ما راح اتكلم على ايام يعني ايام سوق المناخ وهذا السؤال، لا ما راح اتكلم، راح اتكلم عن سنة 90. زين لأن هي تعتبر كأزمة كبيرة كانت عندنا، الوضع كان الاقتصادي كان مختلف. المهم من سنة 1990 يوم صار عندنا الغزو، زين صار اللي صار، الوضع المادي مالنا كان يعني تقدر تقول مجمد، ووضع الاقتصادي كان مختلف وكل شيء. ردينا لله الحمد، الدينار ما شاء الله ما تأثر، والوضع الاقتصادي مالنا وايد كان قوي ولله الحمد. يعني كان وضعنا يعني من ناحية أنا قاعد أتكلم عن الوضع المادي والوضع الاقتصادي. زين كان وضعنا وايد زين. زين يعني صار الغزو، خلص الغزو، يعني الحمد لله الحمد لله أنا ما تأثرنا احنا. زين يعني تأثرنا شوية بس في كان بديل عن ما راح اتكلم عن سالفه التعويضات والسوالف هاي كلها، راح اتكلم فقط عن سالفه اللي هو الازمات. فانت رجاء فلا حد يدش يسال لا، فانا راح اتكلم الحين بس اشرح لكم شرح بس على التاريخ. اول شيء عندنا الازمه الاولى كانت الغزو. زين الازمه الثانيه اللي هي 2008 العالم كله فيكم عشان مصطلح الريسيشن شنو يعني صارت مشكله اقتصاديه عالميه، اثر على الاسواق العالميه، اثرت على العملات، الفيات كرنسي يعني كان في مشكله كبيره عليه. المهم يعني صار في ازمه اقتصاديه بالعالم. زين احنا لله الحمد طفنا، ويعني هذه الازمه الاولى. الازمه الثانيه ما تاثرنا فيها، ما تاثرنا، يعني تاثرت الدوله بس يعني مو اللي تاثر اللي بالكم، يعني ان احنا خسرنا ماديا وهذا خسرنا، بس مو يعني اللي يعني اللي حاب اوضح لكم، يعني ما راح نوصل لمرحله انه يعني شو اقول لكم، يعني بانكربسي مستحيل. انزين الحين الازمه الاخيره اللي هي ازمه الكورونا. ازمه الكورونا 6 اشهر عندك سوى لنا هو عندك يا بوستبون حق ايش يسمونه هذا اللي هو تاجيل. انزين اجلوه اللي هو حق اللونز والسوالف هذه كلها اللي هو القروض هذه، وبعدها 6 اشهر اعطونا، وبالعكس مرينا احنا ولا لا الحمد امور الاقتصاديه والماديه صارت احسن من قبل، وضعنا الحمد لله صار زين. وضع احنا يعني ضمن منظمه اوبك، ومنظمه اوبك ما شاء الله يعني منظمه جدا جميله واداراتها جدا جميله، فالوضع عندنا احنا لله الحمد يعني زين، ما في شيء. وضع الاقتصاد انا كراي شخصي اشوفه ابدا ما في شيء زين على حسب الداتا. يعني مثلا ما انا يعني ما قلت لكم عن مثلا الديفيدنس اللي يسمونها اللي يسمونها الارباح اللي مثلا تيجي مثلا من الاويل فيلد بالفيتنام، او مثلا عندك الارباح الخارجيه مثلا عندك يا مثلا اللي هي من ناحيه الانفستمنتس، او مثلا احنا صارين مثل يعني تقدر تقول مثل بنك
نعطي لونز حق دول مثلا ناخذ انترست بداله يعني او جودز او ايا كان شنو الاتفاقيه تصير. احنا انا ماني شغل فيها، بس انا قاعد اكلمك على الوضع. عندك هيئات استثمار تقدر تسالهم، ووزير الماليه يقدر يعطيك اكثر في الداتا. انا ما عندي هالداتا، انا ما اقدر اكتب يعني ما اقدر او يعني اتكلم في امور انا ما يعني عندي الفكره الريسورس عن شنو الارقام او شنو الداتا. فانا قاعد اوضح لك انا اللي قاعد اشوف اللي انا قاعد اشوفه. زين انا في شغلات يعني انا اقراها بطريقتي الخاصه اوضح لك فيها، بس هالشغلات انا ما اقدر اقول لك اياها لان يعني تعرف شلون في ناس مثلا يعني شويه نوعا ما سويك توست عليه. فانا بس راح اتكلم يعني بالخط شويه يعني عرفت شلون، بس اوضح لكم يعني ان وضع اللي عندنا الوضع المادي سليم. الوضع المادي عندنا سليم. زين اكبر دليل عندكم اياه زين كان ما شاء الله يعني سالفه اللي هي صفوف الاماميه وكان ما شاء الله يعني امورنا سليمه يعني انا اشوف كوضع احنا وضعنا المادي الحمد لله قلت لكم اياه واعيد اكرر امورنا سليمه. بس انا ما اقدر يعني اتكلم اكثر من كذي يعني ما اقدر اقول لك لا انا ما اقدر، لان في داتا وفي معلومات ممكن يكون صح ممكن يكون خطا يعني ممكن يكون راي خطا. زين فتعرفت شلون عرفت شلون. فانا بس حاب اوضح لكم يعني اهم شيء ان توصل لكم يعني انا كرأي شخصي اشوف لا امورنا جدا سليمه، ما عندنا مشاكل ما عندنا شيء. بس مثل ما قلت لكم يعني في عندنا هيئات استثمار هم مسؤولين عن البروجكتس برا، مسؤولين عن الانفستمنتس سواء كان في الداو جونز ايا كان شنو الانفستمنت اللي عندهم. يا اخي نشوف الديفيدنس اللي تبع الشيرز حق الاسهم اللي قاعد ياخذونها من برا او ايا كان، هم يعطوكم اكثر ديتيلز عليها. انا يعني قصدي الارباح يعني الارباح شلون. المهم هذا شيء وايد مهم لازم انتم تسالون. انا ما اعرف صراحه، انا ما اقدر اسوي عندكم. فالعضو اللي كان قاعد يطلع لكم اللي يقول لكم لا احنا قاعد نمر في ازمه، انا اشوفه كراي شخصي غير صحيح. انا كراي شخصي اشوفه غير صحيح. الواقع يقول شيء ثاني. زين شلون علي؟ لا انا اقول لكم هذا يعني إجابة للسؤال. وضعنا المادي حيل قوي، بس ما أدري ليش هل يعني عرفت شلون يعني الوضع اللي قاعد يصير. زين علي شنو رأيك؟ اي صح بخصوص حاب اتكلم. انتم ما لاحظتوا شغلة؟ ما لاحظتوا لما المجلس بلش للحين مجلس البلدي شوية ماخذ بريك صح؟ والله ما له حس ما له شيء ساكت. ها صح ولا بس ترى مالي انا؟ المهم نرجع لسؤالكم الحين. المهم علي علي شنو رايك في موضوع حقل الدره؟ وذبحتوني انت في السؤال هذا. علي شنو رايك في حقل الدره؟ علي حقل الدره شباب حقل الدره موضوع يعني اظن انحل. زين اي اسئله تبي تسالوني بعد يعني سالفه على حقل الدره روحوا عند السفاره، روحوا عند وزارة الخارجية أو السفارة يصور لكم الخريطة اللي ختموا عليها البريطانيين والإنجليز والأمريكان. موجودة الخريطة يوزعونها يحطونها في المتحف عشان تشوفونها. زين تشوفون الحدود تشوفوا كل شيء. خريطة موجودة من كم ما دراني 200 سنة 100 سنة. المهم فتروح تسألهم قول عطنا الخريطة زين اللي حق اليو ان نيشن يعطيكم الخريطة ترسية الحدود. بس هذه وضع مثل الشمس. فلا موضوع حقل الدرة منتهي الموضوع. زين زين السؤال اللي بعده وهو علي هل عندنا مشكلة الطاقة كونك انت مهندس طاقة مهندس ميكانيكي متخصص في الطاقة؟ احنا شوفوا انا عشان بس اجاوب على السؤال احنا مشكلة الطاقة. زين احنا حاليا بس عشان اوضح لكم شغلة. زين بخصوص السؤال اللي هو عن موضوع الطاقة. موضوع الطاقة يعني احنا في الوقت الحالي زين احنا مشكلة الطاقة عندنا في فصل الصيف بس فقط في التكييف. زين لأن التكييف يعني بصراحة يعني يستهلك طاقة كبيرة. بس انا اشوف يعني انه بالتكنولوجي انت كيف قاعد يتغير الحين. زين قاعد يصير سالفة اللي هو عندكم اياه سالفة الانفرتر، سالفة اللي هو عندكم اياه الباور كونسامشن حق الكمبرسور. في امور بالتكنولوجي بالتكييف نفسه قاعد يطورونها قاعد يخليه يوفر طاقة. زين فهذا شيء جدا جميل. انا ما قاعد اتكلم عن ان في تكييف قديم لا بصراحه يستهلك طاقه. بس التكييف يعني التكييف الجديد الحين عندك مثلا في بعضهم في كفاءه التكييف مثلا 5 ستار 6 ستار هذا يوفر طاقه. حتى حق الليت في ليت LED يوفر لك طاقه. في عندك السولار انرجي. فهالامور يعني انا ما اشوفها يعني هذه ممكن تتعدل عادي. زين بس في الوقت الحالي ما عندنا ازمه هنا. زين وقت تنحل الازمه ممكن تحوشنا بعد 11 سنه او بعد 13 سنه لما تعداد السكان يزيد ولما المدن تزيد. اذا فتحوا مثلا بالجنوب وبالشمال
اذا سووا عاد ربط بالجنوب مثلا، بلشوا ربط بالجنوب بعدين بالشمال مثلا على ما يوصلون، لا ما راح يكون عندنا ازمه بالطاقه. بس انا اقول لكم اياها، انا كراي الشخصي انا اشوف لا ما في ازمه بالطاقه ابدا. ممكن بعد 10 سنين او 11 سنه شويه يزيد الحمل، بس ما راح يكون يعني في ذاك يعني وضعنا بالسليم يعني. يقول لي زين علي شلون تعرف شلون قدرته من ناحيه شوفوا المشاكل قاعد تصير بالسب ستيشن، بالستيشن الكهرباء بالسب ستيشن المحطات والمولدات هذول، لان يصير عليها لود. لان في مثلا عندك بيوت مثلا كان طابق ارضي واول، الحين مثلا عيالك كبروا وتزوجوا وهذا بنى مثلا طابق ثاني وطابق يعني طابق زياده وسواله ايا كان، او هدم البيت بين مثلا سرداب ارضي اول وثاني، يعني صار في ترميمات، زاد الحمل شويه، زاد الكهرباء، بس هم ما راح ياثر وايد يعني. فهذه عندك السب ستيشن مثلا عندكم اياها مثلا تتحمل هالكثر من نوع مثلا من الفولت مثلا، او مثلا عندكم اياه الباور. انزين فما اشوف انه يعني انا في الوقت الحالي ما اشوف بصراحه انه في عندنا ازمه من ناحيه ازمه الطاقه. احنا بس عندنا مشكله من ناحيه الكيبلات، ومشكله من ناحيه اللي هو عندكم اياها ستيشن سب ستيشنز، كونها انها قديمه وكونها انها مثلا جو حر، وفي بعض الكونستراكشن يصير عندنا، وفي بعض الترميمات الشوارع تصير، فممكن الكيبل اللي يصير فيه دامج وايا كان، فتصير الامور هذه عادي يعني، مو شيء يعني صعب. عرفت شلون؟ فالسؤال اللي بعده، علي يسوي فيديو عن شلون تبني درون. ما راح اسوي فيديو عن شلون ابني درون، راح اسوي لكم فيديو اوضح لكم شنو انواع الدرونز، بس ما راح اسوي لكم فيديو يعني انه شلون تتعلم انك انت تبني درون، لان في ناس ممكن يستخدمونه حق شيء مو زين، في ناس ممكن يستخدمونه حق شيء زين. بس انا راح اوضح شويه نوعا ما، بس راح اتكلم في امور يعني عاديه، فما راح ادش بالديتيلز عرفت شلون؟ فما راح ادش فيها. زين علي، هل احنا شنو هذا السؤال انا ما ادري ايش سالتوني فيه بصراحه. علي، هل احنا عندنا مستشفى بيطري حكومي يسوي عمليات حق تكرم الحيوانات؟ شنو انا ما ادري بصراحه اذا في مستشفيات حكوميه بيطريه تبطل، او في دكاتره بيطريين مثلا بالحكومه. انا اعرف في قطاع خاص فيه، بس بالحكومه انا ما ادري بصراحه في مستشفيات بيطريه او يسوون عمليات بيطريه وين كان. زين فري او تدفعون فلوس، ما ادري بصراحه. زين شنو بعد؟ علي تكلم عن وزارة الصحة، قولوا لنا رايك عن وزارة الصحة. شنو علي تكلم عن وزارة الصحة؟ ليش ساكت؟ شوفوا وزارة الصحة شنو انت بدي راي فيه؟ وزارة الصحة بس يمكن ببدي راي فيه شنو الهليكوبترات، تشتغل هليكوبترات، ما في هليكوبترات عشان شو اسمه، ولا ما ادري، انا ما ادري، ما اتوقع والله في احد يقول لي، بس اذا في عندهم هليكوبتر عشان في ناس مثلا بالبعاد مثلا منطقه صباح الاحمد او مثلا بالحدود ايا كان اللي حوادث تصير بالشوارع، هليكوبترات موجوده تشتغل؟ بس احد يعني يجاوب لي على السؤال هذا. انا حابب اعرف يعني هل في هليكوبترات قاعد تشتغل حق وزاره الصحه؟ زين حتى حق المطافي يعني في هليكوبترات مثلا ايا كان. زين هذا من ناحيه الاجابه، اذا حاب بس اقول راي يعني، عرفت شلون؟ زين علي، الحين السؤال اللي بعده راح ادخل على السريع، انا ما بطول عليكم. زين انا ادري في بعض الناس يملون من الاسئله الطويله. علي صدق راح اوكي هذا السنه الماديه. اوكي علي، شنو رايك في المقترح اللي اقترحه احد الاعضاء بتوحيد الطلبه الثانوي الاختبار العام والخاص؟ شنو اجين اوكي، يعني انتم قصدكم انه في واحد من العضو سوى اقتراح زين توحيد الاختبارات حق الطلبه الثانويه، سواء كان في الثانويه العامه والخاصه. انا اشوفه بصراحه قرار كراي شخصي اشوفه قرار فاشل بصراحه. زين بتخلص انت عشان بتقيمني بتسوي اختبار؟ ما ابي، بروح ادرس برا، بروح ادرس على حسابي. زين ليش اسوي الاختبار؟ ما بسوي اختبار. زين هذا انا اجابه على هالسؤال اشوفه بصراحه يعني يعني كاقتراح يعني ما منه اي لازمه بصراحه. انزين كراي شخصي انا اشوفه. انزين ليش؟ لان انا اشوف يعني ان المفروض يعني مثلا انه يتساهلون اكثر، مثلا يدور لهم شركات، يدور لهم مثلا سبونسرز. انزين في شركات وايده انزين عندنا في الكويت، في سبونسرز عندنا وايد في الكويت، يسوي لهم مثلا ما برا، او يسوي لهم مثلا صندوق. هذا الصندوق مثلا يجمعون فيه فلوس حق الطلبه مثلا متفوقين، اللي ما اخذ بعثه عن طريق التعليم العالي. انا تكلمت فيه في الفيديوهات اللي فاتت، اللي ما اخذ بعثه مثلا عن طريق التعليم العالي، او ما اخذ له بعثه مثلا عن طريق البعثه الداخليه، اخذ بعثه مثلا عن طريق السبونسرز هذول، او مثلا يروحون السفارات عندهم مثلا يكلمونهم، تعالوا والله السفاره الفلانيه اعطونا مثلا 10 مقاعد في الجامعه الفلانيه، اعطونا 10 مقاعد في الجامعه الفلانيه، تسوي اتفاقيه تبادل. زين يعني انا اتوقع ان السفاره اليابانيه مره يعني سوت اقتراح وايد جميل بصراحه، انها اعطت مقاعد مجانيه، وبالعكس كانت تبي
انزين في اسئله بصراحه اسالكم شباب وايد يعطيكم العافيه، بس انا في الايام الجايه زين راح اجاوب على اسئلتكم، بس مثل ما قلت لكم شباب ما راح اتدخل من الناحيه الشخصيه، ما راح يعني لا تسالوني عن الشخص ابغى اجاوب على يعني على شخصيا، عرفت شلون؟ فراح اجاوب على الناحيه يعني كعامه على الاسئله، عرفت شلون؟ زين فممكن يكون راي صح ممكن يكون راي خطا، يعني هذا كراي شخصي انا. انزين ويعطيكم العافيه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه يا شباب. في الايام الجايه يا شباب راح اسوي فيديوهات تتعلق في التكنولوجي، تتعلق في الامور اللي هي حق الانبوكسنج، ادري فيكم تحبون الانبوكسنج، بس الامور الاقتصاديه والامور الاجتماعيه والسياسيه راح اسوي لها هم من بعد يعني حلقات الجايه. فاذا عجبكم الفيديو شباب ما اوصيكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.